السلام عليكم مشاهدي الكرام لقناة الدرع المغربي، قناة رابطة المؤثرين المغاربة للدفاع عن الوطن. كنشكركم بزاف على دعمكم وكل ما كتقدموه لقناة الدرع المغربي ولرابطة المؤثرين المغاربة للدفاع عن الوطن. وطبعا هذا داخل في اطار اليقظه والتعبئه اللي كنخوضوها جميع كمغاربه سواء داخل الوطن وخارج الوطن للتصدي لخصوم وحدتنا الترابيه، خاصه ان التقارير القادمه من القطر الجار كتاكد على انهم معولين على خزيت كما ديما، بل انهم امام الانهزامات والانكسارات اللي حصدوها مؤخرا على الصعيد العالمي فمستمرين وغاديين باش يهددوا السلامة وأمن البلاد. فوزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد قال أن بلاده كتخوض واحد الحرب ضد ما اسماه المخططات العدائية للمغرب، ودعا المواطنين الجزائريين إلى التجند خلف الدولة في سبيل ذلك، وذلك خلال جولة قادته نهار السبت البارح إلى مجموعة من المصالح التابعة للمدير العام للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، من بينها مصالح شرطة الحدود والمكلفة بمكافحة الاتجار في المخدرات. والشيء اللي قالوا خطير وخصنا ننتبهوا ليه ونردوا للبال ونستعدوا لمواجهته. فقال بأنه أن بلاده كتعمل على إحباط المخططات العدائية، لا سيما اللي كيقودها النظام المغربي على حد التعبير ديالو، ودعا هنا ردوا البال المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى التجند والمساعدة الفعالة لإحباط المخططات العدائية اللي كتستهدف الجزائر في أمنها وشبابها بمحاولة إغراقها بمختلف أنواع المخدرات، حسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية. وفي السياق الصراع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر قال أن الجزائر مستهدفة في أمنها وشبابها بمحاولة إغراق بمختلف أنواع المخدرات، لا سيما انواع جديده داخله سامه وقاتله. وطبعا هذا التصريح ما جاش هكذا، كل كلمه الا عندها وزنها وعارف اش كيقول، وان المواطنين طلب منهم التبليغ عن الاعمال المشبوهه. اذا الجزائر كتلتجئ لهذه الاساليب لما كتكون محاصره، لما كتنهزم، لما كتكون مقبله على عمليات شيطانيه. ونذكروا على ان هذه التصريحات ديال وزير الداخليه الجزائري جات شهر بعد الحديث ديال السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا عز الدين فرحان خلال مناقشه المحور العام للدوره 66 للجنه المؤثرات العقليه، اللي رد فيها على الاتهامات الوهميه والواهيه اللي روج لها سفير الجزائر، وكرس المداخله كامله ديالو للتهجم على المغرب. وقال السفير المغربي انذاك ان مجريات الاحداث في الجزائر طافحه بالفضائح والوقائع اللي كتاكد بجلاء ان هذه الدوله ليست ضحيه للاتجار بالمخدرات القادمه من الخارج كما كتزعم، وقابل انها منتج وفاعل ومبادر في عده قطاعات للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليه بمختلف الاشكال. وقال ان الجزائر عودتنا على لعب دور الضحيه في علاقتها بالمغرب، الى درجه ان كل سوء وكل شر كيمس هذه البلاد فهو منهجي صادر عن المغرب في اعتقادهم. وقال بان ذكر السي فرحان واحد مجموعه من الاحصائيات اللي كتاكد بان مجموعه من المخدرات ومن خاصه الحبوب المهلوسه جايه من الجزائر متوجهه الى المغرب لاستهداف الصحه العقليه والنفسيه الشباب المغربي. وهذا طبعا كينبع من الهوس المرضي كتعلق بالامر بمناورات دعائيه متهالكه كتلجا اليها الجزائر بشكل مضطرد لتحوير اتجاه الراي العام المحلي والدولي على المشاكل الحقيقيه اللي كيغرق فيها هذا البلد. وبالفعل هذا الشيء كما قلت على انه فعلا دابا الجزائر عايشه مشاكل خارجيه وعلاقتها مع مجموعه من الدول مواقفها ما بقاش مشرفه نهائيا، بل انها كتعيش واحد العزله كبيره 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 جدا. وغير مؤخرا شفنا كيفاش انا التحضير للقمه العربيه ان المملكه العربيه السعوديه اجتمعت بعض الدول بالتشاور فيما يخص اعاده سوريا الى الصف العربي، وما استدعاتش وما حضراتش الجزائر نهائيا
والجزائر احتجت على ذلك باعتبارها انها هي اللي كترأس القمه العربيه. اذا زيد على ذلك في الكثير من المواقف. واليوم احتجت وزاره الخارجيه على مفوض الاتحاد الافريقي على انه استقبل مغربيه على اساس انها ممثله للاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الافريقي، واحتجوا على هذه المساله. اذا بمعنى انه راه الجزائر خارج السرب، وحتى واحد ما بقى كيديها فيها، ما بقاش ديك المكانه اللي كانت عندها واللي كانت كتدعي ان عندها. اذا بالتالي ان حتى الحقائق اللي كتاكد عليها كل التقارير كتبين انه الجزائر هي اللي كتتاجر بالكوكايين. وهنا عندي تقرير كيبين بانه في الجزائر كيتفشى تهريب مخدرات ولا سيما الكوكايين من امريكا اللاتينيه وخاصه من كولومبيا. وهذا اكدوا التقرير العالمي عن الكوكايين 2023 الصادر عن مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه. وهذا الاكتشاف ماشي مفاجئ او صادم، لانه هذا الشيء تسلط عليه الضوء من قبل على ان الجزائر كتجلب المخدرات من امريكا اللاتينيه من خلال ضبط واحد المجموعه من الكوكايين والمخدرات. وهنا علاش وزير الداخليه قال بانه المغرب راه كيدخل لنا واحد النوع جديد. هذا النوع الجديد هو هذا اللي كتدخلو هي الجزائر من امريكا الجنوبيه، وكتجيبوا لولادها وباغا تضبع ولادها، باغا تدشن الشعب الجزائري، وباش تبرأ نفسها كتقول بانه المغرب هو اللي جايب هذا الشيء هذا. اذا للفريض ان دابا الحدود مغلقه بين المغرب والجزائر، مغلقه طبعا، وبمعنى انه الجزائر والمغرب كيقوموا بمجهودات كبيره لحراسه الحدود. اذا هاد المخدرات ملي كيدخلوا اولا، ثانيا اذا كان جا المغربي يدخلها الجزائر، شكون كيستقبلها في الجزائر؟ اذا ما كانش شي واحد يستقبلها في الجزائر يمكنش تدخل. اذا الجزائر هي المسؤوله عن كل شيء. وطبعا هاد الاخبار اللي كتجينا مثلا حول الكوكايين والمخدرات من الجزائر او ادخال المخدرات الى الجزائر من امريكا الجنوبيه، هذا سوى ماشي هذا سوى غيض من فيض. وكيوصل معظم الكوكايين من امريكا الجنوبيه الى الجزائر عبر دول غرب افريقيا، التقرير قدامي، وخاصه غينيا بيساو ودول الساحل والصحراء، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو والنيجر، فين كاين واحد المجموعه ارهابيه مثل، سمعوا الاسماء: القاعده في بلاد المغرب الاسلامي، الدوله الاسلاميه في العراق، الصحراء الكبرى، الفرع الصحراوي لداعش اللي اسسه الراحل عدنان ابو وليد الصحراوي وهو عنصر سابق في ميليشيات البوليزاريو. والاسوأ من ذلك ان الجزائر كتعمل كمركز تهريب الى اوروبا، حركه كتعمل منها حركه مرور مثيره لم تكن لتحدث لو لم يستفد هذه العمليه من الموافقه المهتمه للجنود الجزائريين واتباعهم الانفصاليين، بمعنى جنرالات الجزائر وميليشيات البوليزاريو وخاصه القاده منهم المعروفين بمعارفهم على وجه الخصوص بفنزويلا، والمشهوره بانها دوله مخدرات. اذا هادشي كله كيخلي الجزائر في واحد الوضعيه لا تحسد عليها، لا من الناحيه السياسيه ولا من الناحيه الاقتصاديه ولا من الناحيه الاجتماعيه ولا من الناحيه التربويه كذلك ولا من الناحيه الصحيه، بمعنى ان جميع الوجهات ان الجزائر كتعيش وضع كارثي، وخاصه انها كتعول على الانفاق ديال الدفاع، ديال شراء الاسلحه، وهذا الشيء كله كيخليها في واحد الوضع لا تحسد عليه، بمعنى انه كتحاول الحكومه الجزائريه الحفاظ على الانفاق الدفاعي القوي في الوقت اللي كتواجه فيه واحد الركود اقتصادي، وهذا كيهدد اقتنائها للسلاح ومحاولتها انها تسابق مع المغرب وتدوزو في مجال ديال التسلح. وهذا كيزيد عاوتاني من المتاعب ديالها، لان بحال واحد الدائره او كما نقول بالفرنسيه سيركل فيسيو، واحد الدائره يعني كتكون الاسباب وهي النتائج، والنتائج والاسباب وكتبقى عايشه واحد الاختناق على انه دابا ما عندهاش الاموال كثيره باش تحل المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه في البلاد، وبالتالي هذا كيخلق لها ضغط كبير. زيادة على ذلك انه باش تنفق على الاسلحه خاصها تنفق بشكل كثير،
ديك الشيء علاش كتلتجع لاساليب مثل الكوكايين والمخدرات باش تزيد تدعم شي شويه الميزانيه. زياده على ذلك انك كتشوف روسيا ممكن ما توفيش الالتزامات ديالها انها توردها وتعطيها مجموعه من الاسلحه، خاصه الوضع اللي كتعيشو روسيا، زياده على الجوده ديال الاسلحه الروسيه اللي كتوصل بها الجزائر. اذا تقرير نشر موقع مغرب انتيليجونس كيقول بان الحكومه الجزائريه كتواجه مشاكل كتمثل في استمرار الانفاق الدفاعي الضخم مع ركود معدل النمو في البلاد وانخفاض سعر برميل النفط. وهذا الوضع الجديد كيحد بشكل خطير من طموح الجزائر لتعزيز قدرتها العسكريه من اجل التفوق على المغرب في سياق تسلح محموم. اذا كل شيء هذه الاسباب كامله كيخلي الجزائر ان تخرج بهذه التصريحات، بمثل هذه التصريحات اللي دارها وزير الداخليه الجزائري. وهذا كيأكد على ان الجزائر معوله على شي ضربه بطريقه او اخرى، لان كيتكلم على الحدود، كيتكلم على الجيش، كيتكلم على تعزيز الوسائل اللي كتمنح الجيش. ثانيا هادشي كله لتحوير او تحويل نظر واهتمام الشعب الجزائري الى هذه المسائل. دائما كيبين لهم بان هناك عدو، كما وقعت في سنه 1963 نهار فاش كان الاختلاف كبير ما بين الشعب القبائلي ومن بقيه الشعب الجزائري او المؤسسات ديال الجزائر، وخلقوا عداء على المغرب وقالوا الان احنا عندنا عدو راه جاينا من هذا الجهه، اذا خصنا نتحدوا. نفس الشيء كتلتجئ اليه الجزائر. وكما كنقول دائما ان المغرب دائما غادي يتوفق تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الله الوطن الملك. السلام عليكم وشكرا على اهتمامكم، والى فرصه قادمه ان شاء الله.